اشتريت موبايل هواوي بدون خدمات جوجل. طب اشتريت موبايل هونر بدون خدمات جوجل. سعرهم كويس بالنسبة لمواصفاتهم، بس المشكلة خدمات جوجل مهمة جدا وبنحتاجها كتير. في الفيديو ده هنحلل لك المشكلة دي، هنحلل لك مشكلة عدم تواجد خدمات جوجل بلاي في الموبايلات هواوي وهونر الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي خليفة ودي ضربة مفك، واللي ما يعرفش يعني إيه ضربة مفك، ضربة مفك قناة تقنية بتهتم بكل مجالات التكنولوجيا عامة وبالموبايل خاصة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يا جماعة. الموضوع ده إن إحنا ناس كتيرة مننا اشترت موبايلات هواوي وهونر الفترة اللي فاتت، بس مشكلتها كانت طبعا مع شركة جوجل إن هي أي موبايل بينزل كان بينزلش معاه خدمات جوجل بلاي اللي هي طبعا محتكراها شركة جوجل بسبب الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. المهم احنا مالناش دعوة. المشكلة عندنا في ايه حاليا؟ ان احنا عندنا مشكلة خدمات جوجل في الموبايلات دي تمام مش مدعومة وبنحتاجها ضروري جدا، زي متجر بلاي، زي اليوتيوب، زي جيميل، في خدمات كتيرة، جوجل ماب، ده كله مش مدعوم على الموبايلات الجديدة اللي هي من هونر او من هواوي. ايه الحل بتاع المشكلة دي؟ الحل بتاع المشكلة دي النهاردة، وحل خفيف ان شاء الله وبسيط وسريع. كل الموضوع هنسطب برنامج تمام معين ونكمل الاجراءات. يلا نبتدي عملي عشان يبقى الشرح اوضح. نحدث جي بوكس لاحدث اصدار. فتروح كده صديقي على الهواوي ويب براوزر مثلا او فايرفوكس او جوجل كروم او ايا كان اللي انت بتستخدمه. بعد كده تكتب هنا جي بوكس بالشكل ده. بعد كده هنفتح جي بوكس هنا. بعد كده بيقول لك ستيبل فيرجن، الاصدار الثابت والنسخه البيتا. هنا لو جينا رحنا هنلاقي الاصدار 1.6.2.2، هنا 1.6.2 الاصدار الثابت، وهنا النسخه البيتا. فانا طبعا هختار الاصدار الثابت اللي هو اخر تحديث 12 10 اخر تحديث خالص الاصدار الثابت. ونختار تنزيل ونروح على قسم تنزيلات. طبعا اخر اصدار نزل في 12/10/2024 تنزيلات. وهنستنى لحد لما يتحمل معانا. طبعا هو حجم جي بوكس 77.99 ميجا بايت، يعني نقدر ان احنا نقول ان هو 78 ميجا بايت. طبعا الجي بوكس ده غير الموجود على الاب جاليري الخاص بهواوي، لان الموجود على الاب جاليري اعتقد ان هو اصدار هيبقى اقدم شويه من اللي احنا بنحمله. عشان كده انصح عمل التحديث من الموقع الرسمي الخاص بالشركه الخاصه بجي بوكس. وجينا كتبنا هنا مثلا جوجل بالشكل ده وعملنا سيرش، فيظهر لك جوجل، هيظهر لك جميع البرامج واللي تقدر من خلالها ان انت تحملها وتشغلها عن طريق الجي بوكس بشكل ممتاز جدا من غير اي حاجه. طبعا يا صديقي ان هنروح دلوقتي هنلاقي ان هو حمل معانا. نختار تثبيت، بعد كده نختار هناك اصدار احدث لهذا التطبيق موجود على جهازك، نختار فتح. فهو هنا بيقول لك ان ده خلاص احدث اصدار متثبت عشان انا كنت محمله على الموبايل. ده احدث اصدار. هنختار علامه الفرشه ويبقى كده اتنضف معانا خلاص الكاش بتاعه البرنامج. هنختار هنا استنساخ. لو انت عايز تحمل اي برنامج بره بصيغه اي بي كي وتعمله استنساخ وتشغله على الجي بوكس بشكل احترافي ومن غير اي مشاكل، تقدر عندك ان انت تعمل كلوننج لاي ابلكيشن اي بي كي. ولو مش عارف يا صديقي تحمل ازاي الابلكيشنز بصيغه اي بي كي، فانا انصحك ان انت تروح تزور متجر اسمه اي بي كي بيور بالشكل ده. تقدر تحمل من عليه اي برنامج بصيغه اي بي كي. ولو البرنامج ده بيحتاج مثلا وجود خدمات جوجل على الموبايل فتقدر تحمله. بعد كده بعد لما تحمله خالص تسيرش عليه وتشوفه. بعد كده لما تحمله خالص تروح على جي بوكس تختاره ايا كان بقى هو ده وتعمل له استنساخ ويتم استنساخه او عمل نسخه ليه في الجي بوكس. ولكن على الجي بوكس هو بيقرا خدمات جوجل او بيقرا ان الموبايل يدعم خدمات جوجل في الابلكيشن بتاعك، هيشتغل من غير اي مشاكل خالص كانه متثبت على موبايل يدعم خدمات جوجل عادي. عندنا ابلكيشنز كتير جدا خاصه باجهزه هواوي. هنا متجر جوجل بلاي، لو نفضل ضاغطين هنختار انشاء اختصار عشان لو عايز حضرتك تحط على الواجهه، او اعاده ضبط لو انت عايز تعمل ريست. طبعا اهم حاجه علامه الفرشه دي اللي بتنظف الكاش بتاعت البرنامج، فلو في اي مشاكل هتتحل ان شاء الله والبرنامج هيكون اسرع معاك. عندك طبعا الاعدادات الخاصه بالبرنامج، اعدادات الاذونات. اهم حاجه تديله الاذونات اللازمه، وارقام البيضاء لتحسين البطاريه. اهم حاجه الاثنين دول يا صديقي تفعلهم. طيب هنخرج بره. القائمه البيضاء لتحسين التطبيق، اتاكد انت مشغل ده.
لان ده بيقول لك اداره كيفيه تشغيل التطبيقات المختلفه وتشغيلها على جهازك. عند تمكين الاداره تلقائيا سيتم منع بعض عمليات تشغيل التطبيقات لتوفير الطاقه. فتاكد لو انت عايز تطبيق يشتغل بسلاسه، فتاكد ان انت مفعل كل الاختيارات دي عشان يشتغل معاك من غير اي مشاكل. هنا السمه لو حضرتك عايز تغير من الدارك مود او الوايت مود عادي. وهنا حاجات خلاص ملهاش اي لازمه تانية. هنا عندنا برضه تحديث الاصدار الجديد، عندنا تحديث التطبيقات. هنا عندك تطبيقات جوجل مابس، جوجل سلايدز، جوجل شيتس، جوجل فوتوز. اي برنامج بقى تقدر ان انت تحمله او تحدثه عن طريق ان انت تحدث برامج جوجل بلاي عادي جدا، او تقدر تفتح المتجر خاص بالمتجر بلاي يعني عادي، وتسيرش على البرنامج اللي انت عايز تحمله او تحدثه. تدخل هنا تختار اداره التطبيقات، وتقدر ان انت تروح على التحديثات، ويقول لك في تحديثين تقدر تعملهم عادي جدا من غير اي مشاكل. وصديقي برضو انصحك ان انت في البلاي للحمايه ان انت تعمل له ايقاف تشغيل، تتاكد انت قافل الاثنين دول عشان ما يعملكش اي مشاكل في الاوثنتيكيشن بتاع الموبايل. وعندك اعدادات مفضله على الشبكه: عدم تحديث التطبيقات تلقائيا، وعدم تشغيل الفيديوهات تلقائيا. تاكد ان انت مفعل الاختيارين دول، وكده اي تطبيق تحمله هيشتغل معاك من غير اي مشاكل نهائي. طيب لو انا عايز ان الجي بوكس يفضل شغال في الخلفيه، او عايز جي بوكس يجي لي اشعارات او ما يجيبش اشعارات، لانه اول لما تحمل البرنامج هيفضل ظاهر لك هنا اشعار ان جي بوكس موجود على الموبايل. فانت بمجرد ما تفضل ضغط على جي بوكس كده، او تقدر ان انت تروح على الاعدادات تطبيقات اداره التطبيقات وتدور على الجي بوكس. عندنا خيار الاشعارات بالشكل ده: السماح لجميع الاشعارات. لا، انا هقفل خلاص، يبقى انا كده قفلت اشعارات الجي بوكس، فبالتالي مش هيجي لي اي اشعارات من البرنامج اللي هو الجي بوكس الخاص بالموبايل. فبالتالي مش هيضايقني في اي حاجه، لان في ناس بتتضايق من الاشعار اللي بيجي الجي بوكس ده. هنا الاذونات لو انت عايز تديله بيرميشنز معينه: ميكروفون، جهات الاتصال، سجلات المكالمات، وهكذا. طبعا التخزين والهاتف لازم تديله عشان يقدر يشتغل بسلاسه. التخزين لو البرنامج مثلا تقل معاك او حاسس ان في حاجه مش مظبوطه، فبتعمل له مسح ذاكره تخزين مؤقته، وينظف الكاش وملفات الكاش بتاعه البرنامج. لو البرنامج فيه مشاكل رهيبه، فتقدر تعمل له مسح بيانات، وتعيد تسجيل الدخول، وتعيد تثبيت الموبايل، تثبيت الجي بوكس على الموبايل، وتثبيت خدمات جوجل على الموبايل. فبالتالي ان شاء الله اي مشاكل معاك برضه في السرعه وكده هتلاقيها اتحلت بشكل ممتاز جدا. هنا فرض ايقاف لو انت عايز ان الجي بوكس يقف نهائي وما يشتغلش لوحده خالص. طيب ازاي تتاكد ان الجي بوكس شغال في الخلفيه او مش شغال في الخلفيه؟ هي حاجه ان انت هتحتاج تروح لمدير الهاتف، بعد كده لعلامه البطاريه، بعد كده لتشغيل التطبيقات في الخلفيه. ومن خلال تشغيل التطبيقات في الخلفيه حضرتك تقدر تتحكم ان انت تطبيق معين يفضل شغال في الخلفيه، تطبيق معين ما يشتغلش في الخلفيه. فهندور هنا على الجي بوكس، هنلاقي الجي بوكس اهو زي ما انت شايف كده، شغلته كده ما شغلتوش. التشغيل التلقائي انا قافله، يعني عند تشغيل الجهاز او في الخلفيه، يعني التطبيق مش مسموح له ان هو يشتغل في الخلفيه. التشغيل الثانوي امكانيه تشغيل التطبيق بواسطه تطبيقات اخرى. التشغيل في الخلفيه السماح بالتطبيقات بالعمل في الخلفيه. فانا قافل الثلاثه دول، فبالتالي الجي بوكس عندي مش هيشتغل في الخلفيه طول ما انا ما فتحتش البرنامج او ما شغلتش اي حاجه على البرنامج. هنلاقي اليوتيوب عادي يشتغل خالص زي ما قلنا اهو، بدون اي مشاكل يا جماعه وبدون اي حاجه. ضربة مفك اهو، مثلا سيرش عن ضربة مفك هنلاقي الفيديوهات بتاعتنا زي ما احنا عايزين. وكده الحمد لله قدرنا ننزل خدمات جوجل بلاي على اي موبايل مش مدعوم زي الهونر او الهواوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في ضربة مفك جديدة. انتظرونا، في امان الله.